متحررات اللي درسوا برا وكذا وجو حرقوا العباية في المدارس، كانوا يأتون للمدارس شوفوا يا بنات هذا بصير العباية وتحرقها قدام البنات. هذا بالستينات. بداية السبعينات إلا الصحوة جاية تشتعل في الكويت كلها. الله أكبر. الثمانينات البلد كلها ما شاء الله. تخيل الحرب يا شيخ، حرب الحجاب ما راح ينفع لا في المسلمين ولا في غير المسلمين. يعني الآن الأوروبيات أقول لك أول ما تسلم على طول تتحجب، عنده الإسلام حجاب، ما في تنازل في الشيء هذا. لكن للأسف بعض بنات المسلمين اليوم، بعض يعني للأسف بعض العرب، يعني بعض الناس اللي قرأوا القرآن تلقاها لا زالت تجادلك والله للحين أنا مو مقتنعة. شنو مقتنعة؟ طيب الشيخ، يعني ما ردك على من يقول أن الإسلام ليس يعني بالأشكال والمظاهر، الإيمان في القلب يعني فضل الشيخ، واللي يؤمن في قلبه ينطلق الإيمان على جوارحه فهو يتأثر، وليس بالضرورة أن يكون مظهر ذلك المؤمن أو المؤمنة أو المسلم أو المسلمة في هذا الجانب. فالمرأة ممكن أن تكون محترمة بدون حجاب كما يقولون في هذا الأمر وهي مسلمة. ما ردك على مثل هذا النوع المعاصر من التلبيسات والشبه فضل الشيخ؟ احنا لازم نفرق بين شيئين. أنا مع من يقول أن الحجاب ليس كل شيء. صح، الحجاب ليس كل شيء صحيح. واليوم مشكلتنا أصلا في بعض المحجبات، طبعا بعض المحجبات اليوم يعطون مثال سيء جدا للحجاب. تلقاها تتنقب وتتحجب فقط لغاية في نفسها، لتذهب أينما شاءت وتفعل ما شاءت. لكن هذه قلة. احنا إذا شفنا واحد مصلي وأخلاقه سيئة نقول خلاص ما نصلي، لأن الأهم شيء الأخلاق. إذا شفنا واحد يحج وهو ظالم نقول خلاص ما نحج. القرآن وهو أسلوبه يعني مع أهله ولا أولاده إنسان سيء نقول ما نقرأ القرآن. لا، مو صحيح. إحنا نقول لابد من شيئين: حجاب وعفة داخلية. بغير الشيئين ما هو اسمه حجاب. الحجاب شيئين: عفة في النفس اللي ينطلق منها الحياء، اثنين الحجاب الخارجي كله مطلوب. ولهذا نقول كما قال عليه الصلاة والسلام، قال إذا صلحت القلب إذا صلح الجسد كله، وإذا هذه المضغة فسدت فسد الجسد كله. إذا كان داخلك فيه حياء وعفة وإيمان بهذا الحجاب خلاص واجب عليك أنك بالتأكيد راح تتحجبين. لكن تقولي والله أنا ما أتحجب لأن في بعض المحجبات شوفوا مش قاعد يسوون وأخلاقهم سيئة. أنا الحمد لله زينة، أنا خلوق، أنا ما عندي شيء. وإحنا ما نشك كثير من غير المحجبات اليوم خلوقة، وكثير من غير المحجبات اليوم عفيفة. يعني مستحيل بعض غير المحجبات إن واحد يتحرش فيها، مستحيل تلتفت له ولا تطالعه. أنا ما أشك بهذا، إن في كثير من غير المحجبات اليوم ما شاء الله صلاة وعبادة وأخلاق وعفة وطهارة وتربية متربية. لكن هذا ما يعفيها عن إثم ترك الحجاب. ولهذا يعني أقول لها أختي الفاضلة أنت ما شاء الله عليك من الداخل أكملتي، لكن بقي شيء من الخارج يجب أن تكمليه. والمصيبة الأكبر أن الإثم مو أنت فقط تتحملينه، يعني مشكلة من يراكي متعدي. أنا ايش علي منهم يطالعوني؟ لا، أنت السبب اليوم اللي خليت الناس تنظر وتقع بالإثم. ومن يتحمل الإثم هذا؟ ترى لعل، نسأل الله ما يكون ذلك، لكن لعلك تتحملين بعد إثم الناس. ولهذا يعني أنا أقول المرأة اللي تخرج بغير حجاب قد تتحمل كل من فتن بسببها. وهل تتحملين يوم القيامة يأتي شاب يقول أنا رأيتك يعني وقعت في قلبي وفتنت وتركت حتى يمكن القرآن والعبادة بسببك؟ تتحملين آثام الناس؟ لا تقولين أنا ما لي علاقة، لا أنت لك علاقة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة ما تخرج من بيتها إلا بحجابها. إذا مو علشانك ترى علشان الناس. وأنا ما أبي أبرر أن واحدة خلاص تحجبت انتهى كل شيء، لا مو صحيح. تتحجب نعم، لكن أخلاقها مهمة وعفتها ضرورية، والحياء ينبع من القلب ليس فقط من الحجاب نفسه. نعم. طيب الشيخ، يعني وأنت تشعر، يعني كيف تشعر وأنت تجد نفسك في مواجهة من يفترض أن يكون في صفك أنت كداعية ومصلح لهذه الأمة وعلم من أعلام الأمة في هذا الجانب، وهو يحمل صفة العلم الشرعي، يحمل صفة العلم الشرعي في ظاهره إن صح التعبير، حتى لا ندخل في باطن بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكنه يقول دائما في مساراته وقنواته وميادينه لا لنقاب المرأة المسلمة ولا لتغطية وجه المرأة المسلمة ولا لحجاب المرأة المسلمة، فالزمن تغير والفتوى تتغير بتغير الزمان. ما ردك على مثل هذه الشبهة أيضا التي تكثر عند بعض ضعاف النفوس في هذا الزمن؟ تقصد غطاء الوجه؟ نعم، غطاء الوجه احنا قلنا مسألة خلافية، لكن من يرى بأن والله الأمر واجب عليه يلتزم. وإذا المرأة ترى أنه واجب عليه أن يغطي وجهه يجب عليها أن تغطي وجهها.
ولا يجوز لكائن من كان. إذا أنا مو مقتنع أنه واجب ألزم النساء بنزع النقاب، هذا ما يجوز، مثل ما فعل أحدهم لما دخل سابقا الأزهر ونزع غطاء وجه الفتاة وتكلم عليها حتى بجمال. ما يصير، غلط. هي ترى أنه واجب، أبوها يرى أنه واجب، زوجها يرى أنه واجب، حتى لو لم ترى أنه واجب هي ترى أن هذا من الدين. فلما تغطي وجهها لا يحل لأحد كائنا من كان أن يمنعها عن غطاء وجهها، هي ترى أن هذا هو الدين، أنت تلزمها برأيك. هذا الطنطاوي وعنه قد توفى، أمر أفضل إلى ما قدم، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. نعم. لكن يبقى أن اللي فعله ليس بسر. نعم. خطأ كبير. كيف تلزم فتاة وتستهزئ؟ أنت لو كنت جميلة إيش تفعلين؟ أو أنت، يبقى أن رحمه الله أخطأ خطأ كبير على هذا الفعل. إحنا بالنسبة لنا لا، ما نلزم الناس برأينا، ما حد يلزم الآخر برأيه. صحيح. لكن من رأت بهذا الرأي نحترم رأيها، وهو رأيه جدير بالاهتمام وجدير بالضبط. هذا كلام الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز وكثير من أهل العلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لا تتنقبي في أو المرأة ما تتنقب في ليش أمرت أنها في الإحرام تكشف وجهها؟ لأن الأصل كانوا يغطون. تقول عائشة رضي الله عنها، وفي رواية عن أسماء تقول كنا إذا أحرمنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، إذا مر بنا الركبان، إذا مر علينا الرجال أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها وهم محرمات، فإذا جاوزونا كشفنا. تخيل عائشة اللي هي أطهر الطاهرات، الصديقة المبرأة من فوق 7 سماوات، تغطي وجهها، وفاطمة وغيرهم من النساء وأسماء وغيرها. إذا قضية والله أني أنا ما أرى بأن غطاء الوجه واجب، كيفك أنت حر، هذا رأيك، احنا ما نلزمك بآرائنا. لكن لا يمنع أن يعطي فرصة لغطاء الوجه والحجاب الأكمل. وأنا أنصح الفتيات في هذا الزمن، خاصة زمن الفتنة، يعني صارت اليوم المنقبة ويلا يمكن ما تترك لحالها. ولهذا أنصح بعض الأخوات اللي قاعدة تلبس النقاب غصب، لابستها غصب، اقتنعي فيه يا أختي. ولهذا تلقاها ببساطة تنزل وتكتحل وتزين ما ظهر منها اللي هو العين، كأنها تقول يعني هذا الذي استطعت أن أظهره تريد أن تتجمل فيه أمام الناس. الأصل ترى ينبع من القلب. العين يعني كأن للأسف يعني كاشف النقاب نص الوجه مبين. لبس النقاب صح يا أختي الفاضلة، يعني ما يصير هذا الكحل هذا والزينة والعين اللي طايعة. لا، بعضهم يعني أيضا يعني تتعمد في لبسها النقاب، تلبسه بطريقة غلط يا أختي الفاضلة. إما تقتنعين فيه وتلبسينه لبس صح، ولا تلبسينه، ولا ما يصير تشوهين النقاب نفسه. الغطاء الوجه من الدين، منهم من يوجبه ومنهم من يرى أنه سنة ليس بواجب، لكن ما ننكره ولا نستطيع أن نمنع الناس فيه. وأنا صراحة أنصح كل الفتيات في هذا الزمن به، خاصة في زمن الفتنة اللي للأسف كثرت فيها الشهوات في كل مكان. طيب فضل الشيخ، يعني هنا سؤال آخر فضل الشيخ، وهو العلاقة، يعني يحيل لنا هذا الجواب اللي ذكرته فضل الشيخ يعني إلى أمر مهم جدا، وهو قضية الحجاب وعلاقة الحجاب بأخلاق الحجاب أيضا. هناك أخلاق للحجاب كما ذكرتم قبل قليل في بعض من منطلقات إجاباتكم الكريمة، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم فيما ذكرتم. لكن ما هي أخلاق الحجاب؟ هل هي مجرد يعني الآن كما ذكرت غطاء في هذا الجانب، أم أنها تلبس الإنسان شيئا من الوقار، شيئا من الأخلاق، شيئا من الوازع الإيماني الذي يزداد بزيادة التزام الإنسان بما شرع الله سبحانه وتعالى وتمثل أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه تجاه هذا الحجاب من أخواتنا وبناتنا ومن نساء المسلمين؟ هذا اللي ذكرته قبل قليل يا شيخ، أن للأسف بعض الأخوات المحجبات ما أعطوا صورة حسنة، بعض طبعا هم القلة، ما أعطينا صورة حسنة للحجاب نفسه. أختي الفاضلة، أنت محجبة وهذا البايع ترى أجنبي، أنت محجبة، أنت لابسة ما شاء الله الحجاب الكامل، لما تكلمينه كلمي بأسلوب الإنسان المحجبة صحيح، لا يتجرأ هذا بعدين على غيرك، بعدين راح ينظر إلى كل المحجبات بهذا النظرة. صحيح. حتى الله عز وجل قال للمحجبات إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، حتى الكلام ما يصير كلام مايع، كلام دلع، فيطمع الذي في قلبه مرض. قلنا قولا معروفا، يعني صح تحجبتي، لكن حتى أسلوب الكلام لازم يتغير. هذا أيضا من الحجاب، هذا أيضا من الستر. بل لو كانت تلبس في رجلها شيء فيه صوت خلخال كما يعرف عند النساء، لو مشت قال فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما يجوز تتحرك بصوت عشان تبين للناس أني أنا لابسة هذه الزينة بالرجل. اليوم حتى الكعب اليوم تمشي فيه بعض النساء صوت غلط يا أختي الفاضلة، مو صحيح. هذا الصوت اللي يمكن 20-30 متر 50 متر بعيد تسمع الصوت هذا، تمشي في الممرات والأجنحة، مو صحيح، ما يليق بمرأة
متسترة عفيفة مسلمة متدينة تلبس مثلا بعض هذه الملابس. نعم. فيطمع الذي في قلبه مرض. في قلبه مرض. أحيانا في وزارات شيخ تدخل في وزارات ما شاء الله محجبات يعني كثير عندنا الحمد لله الآن الأصل في النساء الحجاب. تدخل تسمع يا أخي ضحكات موظفات هم ولا مراجع ضحك أحيانا والله يطلع برا الغرفة. المراجعين يستحون أحيانا. يا أختي أنت محجبة تدرين يعني مو معناته محجبة كل شيء ممنوع، ترى حتى غير المحجبة ممنوع عليها الشيء هذا، لكن على الأقل أعطي صورة حسنة لهذا الحجاب. ما يصير محجبة وما يعني أقول ببعض السوالف اللي صارت، لكن بعض المحجبات للأسف يعني تحس أن محجبة غصب عادة تقاليد غصب تحجبت. ولهذا أنا مرة واحد وراني من جماعة الإيمو، تعرفون الإيمو طبعا. تفضل شيخ فراس. الإيمو مجموعة يعني للأسف منحرفة فكريا ومنحرفة أخلاقيا. قال لي واحد من التائبين منهم قال لي شيخ أنا بوريك الحين موقع لنا إحنا خاص ما ندش إلا بالباسورد يقول أبوريك صفات الإيمو صفات دخلت أعوذ بالله الألوان والأشكال والشعر شيء يخرع. قلت له هذيل يعني من أهل البلد؟ قال لي إيه كلهم. وراني واحدة طبعا أنا ما أدري ما تفرق في الإيمو بين الولد والبنت. الإيمو هذا طبيعته. طبعا الشذوذ موجود عندهم الأصل، لكن هم في شكلهم هم عبدة الشيطان يشبهون عبدة الشيطان. وهم بعدها يعني كل واحد يذم الثاني. جميل جدا. فلما جلست وياه مسكين هو الشاب تائب الآن وكذا قال لي شفت هذه؟ قلت له هذا ولد ولا بنت؟ قال هذا بنت. شيخ شيء يضيق الخلق. طبعا الكحل الأسود على العين، كل مكان في الوجه مخرق، الشعر طبعا معروف شعر الإيمو. لا حول ولا قوة. شيء يضيق الخلق والأوشام. نسأل الله السلامة والعافية. قال لي شفت هذه محجبة حجاب كامل. على الربط في الحجاب قلت له ما فهمت. هذه